من الرباط إلى أنقرة، يتردد في المشهد السياسي الإسلامي الحديث حزب العدالة والتنمية، اسم حمل في طياته حلم الإصلاح والنهضة، لكنه في الوقت ذاته أثار نقاشا واسعا حول من أطلقه أولا ومن ألهم الآخر لاعتماده. تبدأ الحكاية من المغرب أواخر تسعينيات القرن الماضي، حين قرر الدكتور عبد الكريم الخطيب أحد الرموز الوطنية المغربية إعادة هيكلة حزبه القديم المسمى الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية. وفي سنة 1998 أعلن رسميا عن ميلاد حزب جديد باسم العدالة والتنمية، بعد انفتاحه على قيادات من حركة التوحيد والإصلاح ذات المرجعية الإسلامية. لم يكن الاسم مجرد اختيار لغوي، بل كان تعبيرا عن مشروع سياسي يجمع بين قيم الإسلام والحداثة، العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. فصار المغرب بذلك أول بلد عربي يعتمد رسميا اسم العدالة والتنمية لحزب سياسي، بل امتد التأثير ليصل حتى إلى الشعار والهوية الرمزية للحزب الذي يمثل المبادئ الأساسية نفسها. بعد 3 سنوات فقط، وتحديدا في 14 أغسطس عام 2001، شهدت تركيا تأسيس حزب آخر يحمل الاسم نفسه، أدالت فقل قرم بارتيسي، أي حزب العدالة والتنمية بالتركية. أسسه رجب طيب أردوغان ورفاقه بعد حظر حزب الفضيلة الإسلامي، وكان الهدف تأسيس حزب محافظ بمرجعية إسلامية معتدلة يتبنى خطاب الإصلاح والانفتاح على الغرب. اختار مؤسس الحزب الاسم ذاته لما يحمله من دلالات إصلاحية تجمع بين العدالة كقيمة أخلاقية والتنمية كمشروع وطني للنهوض بالدولة. بل ويشير المراقبون إلى أن الشعار والمبادئ التنظيمية للحزب التركي استنسخت بشكل واضح من التجربة المغربية، مما يعزز فرضية الاستلهام غير المعلن. غير أن الحقائق التاريخية تؤكد أن المغرب سبق تركيا ب3 سنوات في اعتماد اسم الحزب العدالة والتنمية. ويعتقد عدد من الباحثين أن التشابه في الاسم والشعار والمبادئ لم يكن محض صدفة، بل استلهاما واضحا من التجربة المغربية، خاصة أن الخطاب السياسي للحزبين يقوم على المبادئ نفسها: المرجعية الإسلامية، الإصلاح، ومحاربة الفساد. ورغم غياب أي تصريح رسمي يؤكد هذا الاستلهام، فإن القرب الفكري والتنظيمي بين التجربتين المغربية والتركية يجعل هذا الاحتمال أقرب إلى الحقيقة. ورغم وحدة الاسم والمبادئ العامة، فإن المسار السياسي للحزبين اختلف بشكل واضح. ففي المغرب تمكن حزب العدالة والتنمية من الوصول إلى رئاسة الحكومة سنة 2011 عقب موجة الربيع العربي، لكنه فقد شعبيته تدريجيا وغادر السلطة في انتخابات 2021. أما في تركيا فقد استمر حزب أردوغان في الحكم منذ عام 2002، محافظا على نفوذه رغم الأزمات السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد. وهكذا يبقى اسم حزب العدالة والتنمية علامة سياسية مشتركة بين تجربتين مختلفتين حملت الحلم نفسه بقدر ما اختلفتا في النتائج. وبين الرباط وأنقرة يجتمع السعي ذاته نحو عدالة تنصف المواطن وتنمية تنهض بالأمة. غير أن التاريخ يسجل أن الريادة في إطلاق هذا الاسم وفي الشعار والمبادئ الأساسية للحزب كانت مغربية الأصل، بينما الشهرة العالمية حملتها التجربة التركية. كان معكم سامي الدغيري من قناة الوعي السياسي. أطيب الأماني، إلى اللقاء.